من ساعة ما نزلت الفيديو اللي انت شايفه قدامك ده وانا جات لي كمية رسائل غير عادية تقريبا ما حصلتش من اول ما بدأت على السوشيال ميديا. ازاي قدرت تعمل كده؟ ازاي عملت التعديلات دي كلها على الفيديو من غير ما يبان ان هو متعدل؟ يعني بالظبط اكنك متصور في الاماكن اللي انت طالع فيها. ده اكيد طبعا جرافيك وشغل مونتاج عالي وحاجات معقدة وحوارات مكلكعة وكل الكلام ده. بس لا، الموضوع ابسط مما تتخيل. انا جاي بقى النهارده اعمل معاك الفيديو اللي انت شفته ده لايف، يعني عملي كده خطوات احنا الاتنين مع بعض، خطوة بخطوة، واعلمك كل حاجة انت محتاج تعرفها وكل تركاية محتاج تتعلمها. القصة وما فيها بقى معلم ان من شهر كده تقريبا جوجل اعلنت عن احدث موديلات الذكاء الاصطناعي عندها، جيميناي اومني فلاش الجديد، وده يعتبر اقوى موديل نزل لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي للتعديل على الفيديوهات. بس خد بالك كده من حته صغيره معايا، تعديل على فيديوهات مش انشاء فيديوهات. يعني تديله فيديو انت مصوره بنفسك وهو يعدل لك عليه، مش يعمل لك فيديو من اول وجديد. مش بينشئ فيديوهات من العدم، هو فيه الخاصيه دي بس ما بتطلعش مظبوطه قوي. طب ايه بقى المميز في الموديل ده وليه هو جامد قوي كده؟ الموديل ده عنده قدره غير عاديه ان هو يقرا كل العناصر اللي موجوده في الفيديو اللي انت مصوره، ويقدر يغير على كل عنصر موجود في الفيديو لوحده من غير ما يغير اي حاجه تانية في باقي العناصر. وبيقدر يفهم لغه الجسد والحركات اللي انت بتعملها في الفيديو كويس قوي. يعني مثلا ممكن توصف له حركه معينه انت بتعملها في الفيديو، وليكن مثلا، فيقوم بعديها بتنفيذ كل التعديلات والتغييرات اللي انت كنت عايزها. وكمان بيقدر يفهم الكادرات بتاعت الكاميرا، يعني مثلا اللقطات اللي انت بتشوفها دلوقتي دي هي متصوره من كادر واحد، الكادر العادي اللي انا بصور منه اللي هو انا حاطط الكاميرا قدامي، بس انت دلوقتي شايفها من اكتر من كادر واكتر من زاويه. وده طبعا غير ان هو عنده قدره غير عاديه على تثبيت ملامح الوش. ايا كانت التغييرات او التعديلات اللي انت هتعملها في الفيديو الاصلي، ملامحك هتفضل زي ما هي. كفايه بقى كلام لحد كده، ويلا بينا نطير على الشرح العملي ونشوف ازاي هنعمل مع بعض الفيديو اللي احنا شفناه في الاول خطوه بخطوه، وبعدين نرجع تاني. يلا بينا كده ونقول بسم الله، وركز معايا علشان كل مشهد هنعمله هيكون فيه تريكايه. فنصيحتي ليك يعني كمل الفيديو للاخر علشان ما يفوتكش حاجه. اللي قدامك ده هو برنامج كاب كات، انا بستخدمه دايما لان هو بالنسبه لي الاسهل في المونتاج. وده الفيديو الاصلي اللي احنا مصورينه، هنشده كده وننزله على التايم لاين بالشكل ده. لو بصيت معايا هنا كده هتلاحظ ان مدة الفيديو 57 ثانية، يعني تقريبا كده دقيقة. وللأسف يعني الموديل اللي احنا هنشتغل عليه النهاردة اللي هو جيميناي اومني فلاش بيعمل تعديل على الفيديوهات بحد اقصى 10 ثواني، وده طبيعي يعني هو مش لوحده، يعني تقريبا كل المواقع بتتراوح ما بين 10 و15. فاحنا بقى دلوقتي لازم نقسم الفيديو اللي احنا مصورينه لمشاهد كل مشهد ما يعديش ال 10 ثواني. وتعالى نشوف بقى الفيديو ده بيقول ايه. معكش فلوس تسافر؟ ده مش معناه ابدا انك تفضل قاعد مكانك يا اخي، تخيل ما تحرمش نفسك. عايز تروح المالديف؟ يلا بينا. طيب علشان نقص اول فيديو هنروح عند الحتة اللي المشهد بيتغير فيها، اللي هو الصوت اللي احنا بنعمله في الفيديو بتاعت الصوابع دي. يلا يلا يلا. وهاجي هنا كده عند العلامة دي وقص الفيديو، وكده بقى عندنا اول مشهد اهو ومدته 7 ثواني، يعني احنا كده تمام. طيب احنا دلوقتي بقى عايزين ناخد المشهد ده كده لوحده بره برنامج المونتاج. هروح عند المشهد اللي انا قصيته وهضرب واحده كليك يمين، وبعدين هدوس على اكسبورت سيلكتد كليب علشان اعمل اكسبورت للمشهد ده كده لوحده. وهنسمي بقى المشهد ده رقم 1 علشان بعد كده ما نتلخبطش في المشاهد اللي احنا هنقصها. بعد كده هدوس على اكسبورت. هنروح بعد كده نفتح موقع فلو اي اي، وهو ده الموقع اللي احنا هنشتغل عليه النهارده. اول ما هيفتح لنا الموقع هنروح كده على الشمال وهندوس على تراي اومني ناو. اللي قدامك دي فيديوهات طبعا انا كنت شغال عليها قبل كده، فكك منها دلوقتي احنا عايزين نرفع الفيديو اللي احنا قصيناه للموقع علشان نبدا نشتغل عليه. هنروح هنا وهندوس على علامه الزائد دي، وبعدين هندوس على ابلود ميديا وهنختار المشهد بتاعنا اللي هو رقم 1. هتطلع لنا الرساله دي بتاكد علينا حقوق الملكيه للفيديو اللي احنا بنرفعه على الموقع. طبعا الفيديو احنا اللي مصورينه فالدنيا تمام. هنقول له اجري. هنستنى شويه لحد ما الفيديو يتعمل له تحميل على الموقع، وكده الفيديو بتاعنا بقى جاهز للشغل. بعد كده هنروح ندوس على الثلاث نقط اللي فوق الفيديو دول، وهندوس بعد كده على اد تو برومبت علشان نحدد للموقع الفيديو اللي احنا عايزين نشتغل عليه او الفيديو اللي احنا عايزين نعدل عليه لما نكتب البرومبت. وقبل ما نبدا نشتغل هنتاكد كده في السريع ان الاعدادات بتاعتنا مظبوطه. هنتاكد هنا طبعا ان احنا مختارين فيديو مش صوره، وهنختار بعد كده المقاس اللي احنا عايزينه، وهنا بنختار النتيجه اللي هتطلع لنا تكون فيديو واحد ولا اكتر من فيديو. وطبعا يفضل ان انت تختار فيديو واحد علشان ما تستهلكش كريدت على الفاضي. وهنا طبعا بنتاكد ان الموديل اللي احنا شغالين عليه هو اومني فلاش، وهنا كاتب لك ان الفيديو الواحد هيكلفك 20 كريدت. حلو زي الفل يعني. ودلوقتي مش فاضل بس غير اننا هنجيب البرومبت اللي هنعدل بيه الفيديو. هنروح بقى على شات جي بي تي وهنكتب كل التفاصيل اللي احنا عايزينها.
هقول له منتهى البساطه انا صورت فيديو بالموبايل بتاعي وعايز اعدل عليه باستخدام الموديل اللي اسمه اومني فلاش، والمطلوب تعديله يا عم الحاج هو الاتي. هوصف له بقى المشهد زي ما انا عايز اشوفه بالظبط، المكان، الاجواء، الصبح، بالليل، حواليا ناس، لوحدي، كل حاجه انا عايز اوصفها هكتبها لشات جي بي تي. وطبعا لازم ااكد عليه واقول له ممنوع تغيير الملامح والكلام والحركات. وبعدين هندوس انتر وفي ثواني هنلاقي البرومت بتاعنا جاهز. هتلاقيه هنا كده كاتب لك لو هتعمل اكتر من مشهد استخدم الجمله دي مع البرومت بتاعك علشان تثبت الملامح اكتر. المهم هناخد البرومت بتاعنا كوبي من شات جي بي تي ونروح تاني على موقع فلو اي اي، نحط البرومت بيست ونستنى بقى النتيجه اللي هتطلع لنا. الموضوع تقريبا بياخد له من دقيقه لدقيقتين بالكتير قوي يعني، وهي دي النتيجه اللي طلعت. تعال نشوفها مع بعض. معكش فلوس تسافر؟ ده مش معناه ابدا انك تفضل قاعد مكانك يا اخي. تخيل ما تحرمش نفسك. عايز تروح المالديف؟ حرفيا مفيش غلطه، زيرو اخطاء. المكان، الحركات، الكلام، الاضاءه، يعني مفيش نتيجه ممكن تطلع لك احسن من كده. هنروح بعد كده نعمل داونلود للفيديو بتاعنا من هنا وهنسحبه ونوديه على البرنامج بتاعنا اللي احنا شغالين عليه المونتاج. هناخد بقى هنا الفيديو الجديد اللي احنا عملناه نسحبه وننزله على التايم لاين على الفيديو الاصلي اللي احنا كنا مصورينه علشان يظهر معانا في الاخر بالشكل ده. معكش فلوس تسافر؟ ده مش معناه ابدا انك تفضل قاعد مكانك يا اخي. تخيل ما تحرمش نفسك. عايز تروح المالديف؟ يلا بينا باشا. وكده احنا عملنا اول مشهد، وتعالى ندخل على المشهد اللي بعده. هنروح نقف بالمؤشر بتاع الماوس كده عند المكان اللي بيتم فيه الانتقال من مشهد للمشهد اللي بعده، وبرده هنعمل في المكان ده كات. ولكن المشهد ده فيه تريكايه مختلفه، احنا عايزين نغير لون التيشيرت في نفس المشهد، يعني اول ما اخبط على كتفي لون التيشيرت يتغير. الاول هنعمل اكسبورت للجزء ده من الفيديو وهنسميه رقم 2. هنروح بعد كده لموقع فلو وهنعمل ابلود للمشهد رقم 2 زي ما عملنا اول مره. وعقبال ما المشهد بتاعنا يتحمل على الموقع هنرجع على شات جي بي تي علشان نجهز البرومت اللي احنا هنعدل بيه على الفيديو. هناخد الكلام اللي احنا كنا كاتبينه في المشهد الاول كوبي علشان ما نقعدش نكتب من اول وجديد، وهنعدل بس في الجزئيه بتاعت المكان. هنمسح الجزء القديم ونكتب مكانه الجزء الجديد. هديله بقى بعد كده كل التفاصيل بتاعت المكان اللي انا عايزه، المالديفز، البحر، الشمس، كل الحاجات دي هديها له في البرومت. ولكن التركايه بقى هتبقى في الحته اللي جايه دي. هقول له في الثانيه رقم 5 الشخصيه بتخبط على الكتف الشمال، ومطلوب منك بقى في اللحظه دي انك تغير التيشيرت تخليه تيشيرت ابيض صيفي. هناخد بعد كده البرومت اللي طلع لنا كوبي ونرجع تاني على موقع فلو نحطه بيست، وما ننساش نعمل اد للمشهد اللي احنا لسه رافعينه ونستنى شويه ونشوف النتيجه هتكون ايه. يلا بينا باشا على طول. مش عاجبك التيشيرت ده؟ عايز تغيره؟ وماله، يلا بينا. طب زهقت من المكان؟ تحب نروح مكان تاني؟ النتيجه حلوه ومظبوطه، ولحظه تغيير التيشيرت مع الخبط على الكتف بيرفكت، ونفس اللي عملناه في الفيديو اللي قبليه. هنعمل داونلود للمشهد ده وبعد كده هناخده على برنامج المونتاج اللي احنا بنشتغل عليه، وبعدين نسحبه كده وننزل بيه فوق الفيديو الاصلي بتاعنا. ودلوقتي وصلنا لحد كده. معكش فلوس تسافر؟ ده مش معناه ابدا انك تفضل قاعد مكانك يا اخي. تخيل ما تحرمش نفسك. عايز تروح المالديف؟ يلا بينا باشا على طول. مش عاجبك التيشيرت ده؟ عايز تغيره؟ وماله، يلا بينا. طب زهقت من المكان؟ تحب نروح مكان تاني؟ يلا بينا. حد خد باله ان سواء في الفيديو الاول او التاني اللي احنا لسه عاملينه وانا واقف بتكلم عيني مقفوله شويه كده من الشمس، يعني مع ان ده ما كانش موجود في الفيديو الاصلي. تفاصيل في الديتيلز كده بصراحه يعني مرعبه. هنروح بعد كده للمشهد اللي بعده وبرده هنقص الفيديو عند اللحظه اللي احنا بننتقل فيها اللي هي لحظه طرقعه الصوابع، وهنعمل بعد كده اكسبورت للمشهد ده ونسميه رقم 3 وهنشتغل عليه بنفس الطريقه بتاعت المشهدين اللي فاتوا. مفيش اي تريكات جديده في المشهد ده، وفي الاخر الشكل هيطلع كده. معكش فلوس تسافر؟ ده مش معناه ابدا انك تفضل قاعد مكانك يا اخي. تخيل ما تحرمش نفسك. عايز تروح المالديف؟ يلا بينا باشا على طول. مش عاجبك التيشيرت ده؟ عايز تغيره؟ وماله، يلا بينا. طب زهقت من المكان؟ تحب نروح مكان تاني؟ يلا بينا. ايه بتقول ايه؟ نفسك تروح باريس يا حبيب قلبي؟ صعبت عليا والله. المشهد اللي بعده بقى فيه تريكايه جديده. في المشهد ده المفروض ان الكاميرا بتتحرك وبتبعد عنك علشان تفتح الكادر شويه وتصور اللي حواليك. الفكره بقى ان انت هتقول للموقع في البرومت اللي انت هتكتبه ان الكادر بتاع الكاميرا هيفتح والكاميرا نفسها هتتحرك علشان هو يكمل المشهد بنفس الاجواء ونفس المكان اللي انت فيه. وطبعا ده بعد ما تخلص كل الخطوات الاوليه اللي احنا قلنا عليها اللي عملناها قبل كده، اللي هي هتقص الفيديو وهتسيفه وهتسميه رقم 4 وكل القصه دي، وبعدين ترفعه على الموقع زي ما علمتك قبل كده. ونرجع على شات جي بي تي علشان نجهز البرومت بتاعنا. طبعا بعد ما هوصف له المكان اللي انا عايزه اللي هو باريس،
هقول له بس والله في ملحوظه صغيره، الشخص اللي واقف بيصور الفيديو ده هيحرك ايده ناحيه اليمين اكنه يعني بيستعرض المكان للمشاهدين، والمطلوب بقى منك في اللحظه دي ان انت تفتح الكادر بتاع الكاميرا وتبين المكان اللي انا واقف فيه للمشاهدين اكن الفيديو طبيعي. وبس كده هناخد البرومت بتاعنا كوبي وهنكمل بقى باقي الخطوات اللي انا قلت لك عليها قبل كده، مفيش اي مشكله. تعالى هنا. نفسك في ايه تاني؟ انا عايزك تقول لي كل اللي في نفسك تطلع الغابه. غابه زي الفل اهو، مفيش احسن من كده. عايز ايه؟ المشهد اللي جاي بقى فيه كذا تركايه مطلوب منك تركز معايا. اول حاجه لو تاخد بالك احنا عايزين نكمل المشهد اللي بعد كده في نفس المكان اللي احنا فيه اكننا واقفين في باريس، يعني انا بكمل الكلام وانا واقف في نفس المكان، وبعد كده في نص المشهد بقى عايزين نغير المكان ونخليه في الغابه. فانا لو خدت المشهد كده زي ما هو ورحت اشتغل عليه هيعمل لي برضو مشهد تاني وانا واقف في باريس وكل حاجه تمام، ولكن مش شرط يكون في نفس المكان بتاع المشهد الاولاني. يعني هيتخيل مكان في باريس، مش شرط يبقى هو اللي انا واقف فيه في اول مشهد، وطبعا ده مش عايزه، انا عايز يبان اكني بكمل الكلام وانا واقف مكاني. طيب هنعملها ازاي بقى دي؟ تعال اقول لك. تعال الاول نحدد المشهد بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه. احنا هنبتدي من هنا في الحته بقى اللي المشهد هيتغير فيها، اللي هي اللي احنا عارفينها طرعه الصوابع. في الحته بقى دي المشهد هيتغير، وبعدين هنقص الفيديو بتاعنا من هنا. بعد ما هقص الفيديو بقى، وهنا التركايه، هروح عند اخر لقطه قفل بيها المشهد اللي قبله، يعني هروح عند اخر فريم قفل بيه المشهد عشان هو ده اللي هبني عليه المشهد الجديد. هطلع فوق خالص على اليمين وهدوس على الثلاث شرط اللي قدامك دول، وهنعمل بعد كده اكسبورت ستيل فريم، ودي حاجه كده عامله زي السكرين شوت يعني. وبعدين نعمل اكسبورت للمشهد نفسه، وبعدين بقى هنرجع تاني على موقع فلو وهنعمل المره دي ابلود لحاجتين، الفيديو والسكرين شوت اللي احنا خدناه، وطبعا كالعاده هنستنى لما يحملوا. المره دي بقى واحنا بنكتب البرومت هنأكد عليه ان هو يحافظ على المكان والاجواء للمشهد اللي قبله، وهقول له ان انا هرفع لك اخر فريم للمشهد اللي قبليه علشان اساعدك ان انت تبني المشهد الجديد على اساسه. وهنقول له كمان واحنا بنكتب البرومت ان والله احنا هنيجي في نص الفيديو وهنعمل لك الحركه بتاعه طرقعه الصوابع، مطلوب من سعادتك اول ما تسمع الحركه دي تغير المكان اللي احنا فيه وتخليه في الغابه. وبس كده يا معلم، هناخد البرومت وبعد كده هنطير على موقع فلو نعمل بيست للبرومت. وما تنساش قبل ما تدوس انتر او قبل ما تبدا تعمل جنريت للمشهد تضيف الفيديو والسكرين شوت في البرومت بتاعك، وهي دي النتيجه اللي طلعت. نفسك في ايه تاني؟ انا عايزك تقول لي كل اللي في نفسك تطلع الغابه. غابه زي الفل اهو، مفيش احسن من كده. عايز ايه؟ وبعدين هتكمل بقى باقي المشاهد بنفس الخطوات اللي انا شرحتها لك قبل كده. يعني مثلا هنا في الجزئيه دي بيكون مطلوب مني ان انا اكمل في نفس المكان بتاع الغابه، هتعمل بالظبط نفس الخطوات اللي انا قلتها لك، هتروح عند اخر فريم للمشهد اللي قبليه وهناخده سكرين شوت وهتكمل مفيش اي مشاكل. يعني حتى برضو في اللقطه بتاعت التعبان دي هقول له والله انا هاجي في نص الفيديو او في الثانيه رقم كذا في الفيديو وهنعمل الحركه دي، مطلوب منك ان انت في تعبان هيظهر على كتفي في اللحظه اللي احنا بنعمل فيها كده. يعني نفس الخطوات اللي انا قلتها لك. مش عايز اطول عليك الفيديو بكلام متعاد، انا كده تقريبا اديتك كل حاجه تقدر تشتغل بيها. وتعالى بقى في الاخر نشوف النتيجه النهائيه مع بعض. معكش فلوس تسافر؟ ده مش معناه ابدا انك تفضل قاعد مكانك يا اخي. تخيل ما تحرمش نفسك. عايز تروح المالديف؟ يلا بينا باشا على طول. مش عاجبك التيشيرت ده عايز تغيره؟ وماله، يلا بينا. طب زهقت من المكان تحب نروح مكان تاني؟ يلا بينا. ايه بتقول ايه؟ نفسك تروح باريس؟ يا حبيب قلبي صعبت عليا والله. تعالى هنا. نفسك في ايه تاني؟ انا عايزك تقول لي كل اللي في نفسك تطلع الغابه. غابه زي الفل اهو، مفيش احسن من كده. عايز ايه؟ عايز تحط تعبان على كتفك؟ تعبان اهو، مية مية، بس خد بالك لحسن يعضك بقى. عايز ايه تاني؟ تحب نجيب اسد نتصور معاه؟ بس ده اسد صغير او مش صغير مش عارف. عايز بقى تعرف تعمل كل ده ازاي؟ اكتب لي في الكومنتات. وبس كده يا معلم، ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو الفيديو عجبك انزل تحت دوس لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس عشان تفضل دايما معانا على التراك. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.